الشامي يتكفل بشراء منزل لطفل سوري. اتصال بينهما أبكى الجميع، وهذا ما تم كشفه. بتعرف انك صرت مشهور؟ والله بعرف. صرت مشهور، بتعرف صح؟ في لفتة إنسانية لاقت تفاعلاً واسعاً، أعلن الفنان السوري الشامي تكفله بشراء منزل لعائلة الطفل أحمد الذي اشتهر مؤخراً بعد انتشار مقطع فيديو له أثناء بيع البسكويت في شوارع دمشق لتأمين إيجار المنزل ومساعدة أسرته. وبدأت القصة بعد تداول فيديو مؤثر للطفل أحمد الذي لفت الأنظار بعفويته وإصراره على تحمل مسؤولية إعالة عائلته، مؤكداً رفضه خروج والدته للعمل رغم الظروف الصعبة التي يعيشها. أنا والله ببيع بسكوت بفوت على المحلات، في عالم بتجابرني يلا كنت خلاص، في عالم طلعني أنا مثلا فوت عند المحلات وتفاعل الشامي مع المقطع عبر حسابه على انستغرام، حيث أعاد نشر الفيديو ووجه رسالة دعم للطفل عبر فيه عن تأثره الكبير بكلامه، مشيرا إلى أنه ذكره بظروفه السابقة وشعر بمعاناته. ولم يقتصر الأمر على الدعم المعنوي، إذ وعد الفنان السوري الطفل بتأمين منزل ملك لعائلته قبل حلول عيد الأضحى، مؤكدا أنه لن يضطر بعد اليوم للتفكير في أعباء الإيجار. وبعد ساعات من البحث تمكن الشامي من التواصل مع الطفل ووالدته، وأبلغهما هاتفيا بأنه أنهى إجراءات شراء المنزل بشكل رسمي، في خطوة أنهت معاناتهما مع التنقل والإيجارات. انت بطل حبيبي، انا هلا تواصلت معك، حابب على تواصل انا وياك، رح نحل موضوع البيت، دير بالك على امك، دير بالك على اهلك، خليك هيك بطل. من جهته وجه الطفل أحمد رسالة شكر مؤثرة إلى الشامي، عبر فيها عن امتنانه للدعم الذي تلقاه، مؤكدا أن كلمات التشجيع التي سمعها منه أعادت إليه ثقته بنفسه ومنحته شعورا بالتقدير والاهتمام. يلا دير بالك على حالك، باي حبيبي، باي. الله ييسر لك يا رب. حبيبتي يا خالتي، حبيبتي انت. هلا في نوم. كما أعاد الشامي نشر رسالة الطفل عبر حساباته، معلقا بكلمات عبر فيها عن دعمه وفخره به، في موقف حظي بإشادات واسعة من المتابعين الذين اعتبروا ما حدث واحدة من أبرز مبادرات الدعم الإنساني خلال الفترة الأخيرة. وفي سياق منفصل، كان الشامي قد كشف في وقت سابق عن جانب إنساني عميق من حياته، متحدثا بصراحة عن التجربة الصعبة التي عاشها بعد فقدان شقيقه، وهي المرحلة التي سبقت دخوله عالم الشهرة. وخلال ظهوره في أحد البرامج التلفزيونية، أوضح الشامي أن رحيل شقيقه شكل نقطة تحول كبيرة في حياته، مؤكدا أن هذه التجربة غيرت نظرته للأمور بشكل جذري، خاصة فيما يتعلق بالخوف من الموت والفراق. وأشار إلى أنه لم يعد يخشى الموت كما في السابق، قائلا إن هذه الخسارة جعلته يدرك أن الحياة مؤقتة، وأن اللقاء مجددا في الحياة الأبدية أمر يؤمن به. وأضاف الشامي بتأثر: أؤمن أنني سألتقي به مجددا وسأخبره بكل ما حققته، وكيف استطعت تحويل ألم فقدانه إلى دافع للاستمرار والنجاح، في رسالة حملت الكثير من المشاعر الصادقة التي لمست الجمهور. إنسان عمري 23 سنة مثلكم، عندي طرقي وتجاربي اللي بعبر عن شخصيتي فيها وبعبر عن وجعي.